شكون فينا اللي ما كيحماقش على الكيك ديال البرتقال؟ اليوم ان شاء الله وجدت معكم بطريقه سهله بواحد المكون اللي كيخلي يجي هشيش ويجي عالي. بقاو معايا للاخر وتابعوا الفيديو، خليو لي واحد اللايك ونبداو على بركه الله. في بول كنضيفوا 4 ديال البيضات يكونوا عندنا بدرجه حراره الغرفه، كيس ديال السكر بنكهه الفاني، قبيصه ديال الملح انا غير نسيتها، وكاس ديال السكر سنيده. نخلط جميع المكونات مزيان حتى كنتحصل على لون ابيض. نزيد هنايا نص كاس ديال زيت المائده، غادي نزيد هنايا ياغورت بالنكهه ديال الفاني من الاحسن من فئه 110 غرام. غادي نزيد هنايا كاس ديال عصير البرتقال، من الاحسن انكم تصفيوه. ونزيد هنايا القشور ديال الليمون اولا مبشور البرتقال. نعاود نخلط جميع المكونات مزيان حتى كينسجموا ليا جميع المكونات. ونضيف هنايا الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده من الاحسن. غادي نضيف هنايا 2 كؤوس في الاول، وغنضيف 3 الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس فيه 7 غرام تقريبا 21 غرام في المجموع. وغادي نضيف هنا الكاس الثالث يعني 3 ديال الكؤوس، وحاولوا انكم تغربلوهم مزيان. صافي هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، وهذا السر باش يجيكم الكيك عالي ومنفوش، هو هذا نص كاس ديال الماء اللي يكون غليان. صافي غنخلط جميع المكونات حتى كنتحصلوا على هذا القوام. غادي نخوي الكيك ديالي في المول اللي دهنته بشويه ديال الزبده وغبرته بالدقيق. من الاحسن ديروا شي مول هكا اللي يكون كبير، نتوما اختاروا المول اللي بغيتو. وندخل الكيك ديالي الفرن يكون بارد، نشعل عليه النار غير من الاسفل على 180 درجه. خدا معايا تقريبا شي 50 دقيقه حتى لساعه. صافي هنايا مباشره غندوز نحضر هاد الكريمه، فيها معلقه ونص ديال النشا، 2 معالق ديال السكر سنيده، وكاس ديال عصير البرتقال. نخلط كلشي مزيان، نحطو على نار متوسطه حتى كيعقد، ونزين به الكيك ديالي. صافي هنايا من بعد ما طاب الكيك ديالي كما قلت لكم تقريبا راه كياخذ من 50 دقيقه حتى لساعه. غادي نقلبو هنايا مباشره. شوفوا كيفاش كيجي عالي ومنفوش. غير ديروا ديك نص كاس ديال الماء اللي غليان، تقدروا ديروا نص كاس كامل، تقدروا ديروا 4 كاس على حسب القوام ديالكم. صافي هنايا غنزينو بديك الكريمه، غنزينو هنايا بشويه ديال الزنجان الابيض، شويه ديال البافو، ونقدموه من بعد ما كيبرد. هنايا ما قطعتوش معكم حيت شديتو معايا عند واحد السيده وعجبها بزاف صراحه. كيجي زوين، مذاق البرتقال لذيذ بزاف، منفوش، ما تشبعوش منه، وبالصحه والراحه.